اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى متابعين في منوعات محمد الرفاعي، وجزاكم الله عنا كل خير. النهارده انا مش جايبه لكم وصفه ولا اي حاجه، انا جايه اتكلم عن الجروب اللي انا نشرت اللينك بتاعه على المنتدى عندي. هو جروب عائله الخير، كلنا فيه نعتبر اخوات، حتى الادمن انسانه محترمه جدا وعلى خلق وبتخاف ربنا. انا لو قعدت اتكلم عليها من هنا يعني مش هوفيها حقها من هنا، لو بكره حتى مش هوفيها حقها. لانها انسانه محترمه جدا ومعتبرانا كلنا عيله واحده، مش بتتكبر. حتى ما كانت قناتها الكبيره اللي كانت واخده فيها الدرع كانت بتنشر لنا على المنتدى كل يوم، واحده بتنشر لها فيديو عندها. واول ما بننزل اي واحده بتنزل فيديو بيكون داخله لها ومشاهده الفيديو كامل. يعني مش زي بقية الأدمن إنها بتجيب الأقارب والأهل والعيلة زي ما بيقولوا كده، وتخلي اللي عندها بيشاهدوا لهم، وما هي ما بتردش حتى ولا بتعرف ايه القنوات اللي معاها. لا، زي ما بقول لكم كده، أنا في الجروب ده بقالي أكتر من سنتين، قناتي اتفعلت فيه وجالي البنكود فيه والحمد لله والشكر لله قبضت منه مرة، وربنا يكمل لنا على خير ان شاء الله ونقبض مرة تانية بإذن الله. فانا عايزه اقول لكم انا عضوه في الجروب، والجروب دوت والله احنا بنعتبره زي عيلتنا، ما اقدرش اتاخر يوم ما بخشوش. حتى لو اي واحده فينا جابت تلاقي الادمن بتتصل عليها وبتسال عليها في ايه، عندك مشكله ايه، اي مشكله في القناه بتحلها لنا. ودايما في نصائح وتقول لنا اعملوا كذا وما تعملوش كذا عشان اليوتيوب. اي تحديثات لليوتيوب بتنزل جديدة بتكون اول واحدة مبلغانا بيها وبتعرفنا. يعني جزاها الله عنا كل خير، وربنا يجعله في ميزان حسناتها ان شاء الله يا رب العالمين، هي وكل اعضاء الجروب المحترمين. ويا رب يجازيها عنا كل خير. انا هنزل لكم صورة القناة بتاعتها في اول الفيديو وفي الاخر علشان تعرفوا قناتها الجديدة. هي قناة جميلة جدا، فيها وصفات جميلة بأقل الامكانيات وعلى قد الايد وكلها من مطبخك. ويا رب يعجبكم الجروب. اللينك هحطه لكم تاني على المنتدى، ويا رب يوفق الجميع لما يحبه ويرضى بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بقى تكملت الفيديو. شوفوا ديت شجرة رمان، اللي قبل كده لا مش رمان، لا دي رمان اهيت. هي الوردة اللي كانت طلعت، الزهرة اللي كانت طلعت قبل كده كانت كبيرة، بس وقعت في اليومين اللي انا كنت تعبانة فيهم. ما حدش كان بيهتم بالزرع فشكلها وقعت، فانا مش عارفة هي ازاي اهتم بيها. اللي يعرف يعني يديني معلومة ازاي، لان شوفوا اغلبية الورق بتاعها لو باين في الصورة نشف، الاطراف نشفت. اعمل لها ايه؟ هي والشجرة التانية هناك برضو. فاللي يديني معلومة اهتم بيها ازاي. شفتوا اطراف الاوراق نشفت. يبقى جزاكم الله عنا كل خير يا رب العالمين.